انا دعيت ربنا ان انا اجيب 70%، ولكن مش عشان ادخل تربيه. تعالوا نشيلوا الميك اب ده ونحكي سوا كده ستوري تايم. اول ما جيت ابقى في ثانويه عامه قلت بقى ايه، انا عايزه ادخل تمريض، وانا التمريض ده حلمي، يعني انا حابه تمريض. بس طبعا اللي حواليا كان طبعا اكيد نفسهم ان انا ادخل طب، ادخل صيدله، ادخل كده. وكمان انا الصراحه انا كمان كان نفسي فيهم، يعني مش هقول ان انا ما كنتش نفسي، لا كان نفسي بقى على تنسيق السنه اللي فاتت. وقلت ايه، انا هبص تمريض كانت واخده من كام. تمريض كانت واخده تقريبا 63. قعدت ادعي ربنا بقى واقول يا رب، كنا في رمضان ساعتها، وقعدت ادعي ربنا اقول يا رب يا رب يا رب يا رب هي اخده من 63 اجيب 70% عشان ادخل تمريض، لان هي كده كده هتزيد 3% 4%، بالكثير قوي هتبقى 68%. فانا اجيب 70% عشان ادخل كليه تمريض. ويشاء ربك اللي دايما نقوله ايه ده عشان الدعاية بتستجاب، ان انا اجيب فعلا 70%. ولكن المفاجأة مش في ان انا جبت 70%، ربنا دايما موجود ودايما بيحقق لنا اللي احنا نفسنا فيه. انا جبت 70% بالظبط. ويوم نتيجتي افتكر ان ماما قالت لي 70 وكام، لان يعني لو كنت قلت لماما 70 ونص كانت ارتاحت، كان انا كده كلية القمة هتبقى مستنياني. المضحك في الموضوع ان كلية التمريض زادت بطريقة صعبة جدا. 63 نطت ل 74%. انتوا متخيلين؟ زادت تقريبا 11% مرة واحدة، وانا كنت جايبة 71. طبعا كلية التمريض كانت كلية اقليمية، وما كانش ينفع اي حد بره كلية التمريض في المحافظة تدخل. يعني انا من اسكندرية ادخل تمريض اسكندرية بس. الموضوع بالنسبة لي كان مقلق ومحزن بقى، وهدخل ايه ده، انا خلاص جهزت البلطو بتاع تمريض وانا كده حياتي وقفت على تمريض بقى اللي انا مش عارفة ادخلها دي. طب هدخل ايه. كان تاني اختيار قدامي ان انا ادخل زراعة، ولكن ما كنتش جايبة زراعة اسكندرية، ودي بالنسبة لي كان تاني مشكلة، ان انا ما كنتش جايبة زراعة اسكندرية وكان لازم اكتبها محافظات. نيجي للمشكله الثالثه، ان والدي ما كانش هيرضى خالص ان انا ادخل محافظات، غير ان مكان بعيد، هو اكيد واثق فيا، لكن مكان بعيد ومصاريف اكتر واكيد بابايا خايف عليا زي كل الابهات. قلت خلاص بقى انا هكتب ايه، اول رغبه في التنسيق هكتب تمريض، وبعد تمريض هكتب تربيه واداب وتجاره، كل الكليات اللي انا هملي بيها مكان بس كده في التنسيق يعني. وان شاء الله هتجيلي زراعة اقاليم. اتفاجئ ان انا اصلا كاتبه تربيه رقم 3 في التنسيق، تربيه اساسي او تربيه ابتدائي. اتفاجئ ان هي جات لي، واتفاجئ ان انا بعيط مع ان انا كاتباها ثالث رغبه، يعني كاتبه تمريض تربيه عام وتربيه اساسي. جات لي وعيطت بقى، وكان يوم غريب جدا وزعلانه. بس اتفاجئت ان انا راضيه، وان انا مبسوطه بعدها، وان انا دخلت الكليه لقيت نفسي فيها جدا، ولقيت نفسي فرحانه مع ناس زيي. لكن انا كان في حته زياده فيهم، ان انا كنت راضيه قوي باللي ربنا كتبهولي، وكنت راضيه باللي انا فيه. بقيت اعدي من جنب المجمع الطبي اسنان وبشري، ما بقيتش زعلانه وما بقيتش شايفه نفسي هناك، لان انا اصلا ما كانش ده حلمي، انا كان حلمي تمريض. ليه انا مش زعلانه؟ لان انا كنت راضيه. لما بقى قعدت ابص كده على كليه تربيه وكليه تمريض واعمل بينهم مقارنات، لقيت نفسي فرحانه جدا جدا. ليه التربيه؟ ودي كانت حاجه جديده، لان انا ما كنتش في دماغي تربيه دي، ولا كانت في مخيلتي. انا دعيت ربنا ان انا اجيب 70%، ولكن مش عشان ادخل تربيه، انا كنت عايزاه عشان ادخل تمريض. فتخيلوا ان انا ربنا فعلا استجابني وجبت 70% بالظبط. ولكن هو كان كاتب لي المكان الاحسن ليا، واللي دلوقتي لو اتعاد بيا الزمن وكان قدامي ان ادخل طب وصيدله وتمريض، كنت هلف برضو وهدخل تربيه. لان تربيه انا لقيت فيها الناس اللي انا بحبها، لقيت فيها صحابي، واهم حاجه لقيت فيها نفسي. فعايزه اقول لكم وارضوا قوي كمان باللي ربنا هيكتبه لكم ايا كان الكليه. قولوا الحمد لله، حاولوا تحبوا الكليه، تعرفوا مميزاتها وتعرفوا عيوبها، وحد ما يرضوش باللي ربنا كاتبه. اللي ربنا كاتبه ده هيبقى احسن اختيار لينا. واستنوا الفيديو الجاي هحكي لكم مغامراتي في اول يوم كليه، وعملت ايه مجمع في اسكندريه، المجمع النظري اللي في الشاطبي، وهحكي لكم عن المجمع وازاي الكليات كلها سوا بنعمله ايه، ومميزات وعيوب ده. انا ههريكم فيديوهات يا دفعه جديده.